هل قرأت من قبل أو شاهدت كتاب جانجل بوك وتوقعت أن هذا ممكن حدوثه؟ حسنا، يبدو أن هذا أمر مستحيل، فالحيوانات لا تتحدث معنا، ولكن فرصة أن يكون هناك طفل تربى وعاش مع الحيوانات أكثر مما تعتقد، بداية من القطط والكلاب والقرود. سوف تتفاجأ أن هؤلاء الأطفال عاشوا، والفضل ليعود لأصدقائهم الغير بشريين. تأكد من انتباهك لكل نقطة، لأننا سنوجه لك سؤالا له علاقة بالحيوانات، وأفضل إجابة سيتم تثبيتها في التعليقات. فتى النعامة: لو كنت طفلا وفقدت في الصحراء، على الأرجح ستعتقد أن هذه نهاية العالم. في بداية القرن العشرين تاه طفل عمره عامين من أبويه في الصحراء، لكن قام النعام بتبني الطفل الصغير. عاش الطفل المسمى حاضر مع النعام لمدة 10 سنوات، وبعمر 12 عام تم العثور عليه وإعادته لعالم البشر، وفي النهاية تزوج وتخطى هذه الفترة في حياته. أهلا أهلا، نحن القرود. فكرة أن تربي الثدييات بشريا ليست بالجديدة. مثلا هناك طرزان، عندما شاهد جون سيسبينيا أبيه يقتل أمه، خاف من أن يكون هو التالي وهرب إلى صحراء أوغندا، وهناك كاد أن يموت لولا أن تبنته مجموعة من القرود. لقد عاش جون مع القرود لمدة 3 أعوام، وبعدها عثر عليه وتمت إعادته للمجتمع، لكنه وقتها كان قد نسي كيف يمشي وكان يأكل الطعام النيء. الجميع داخل العشة. ما الذي سيحدث عندما تقضي حياتك داخل عش الدجاج؟ سوجيت كومار هو الدليل على أنك تستطيع التأقلم مع البيئة. بعدما حبس مع الدجاج لعدة سنوات من قبل جده، بدأ سلوكه يتغير بصورة درامية. أصبح عنيفا، يلتقط طعامه بفمه ويجسم على ساقيه كالدجاج، ومن رعوه بعد ذلك قالوا أن أصابعه تجعدت للداخل، وذلك نتيجة الخمش على الأرض، حتى أنه يصدر صوت نقر غريب عند محاولته للتحدث. لا أحد يعرف هل ربته الدجاج أم لا، لكن من المؤكد أنه تأثر كثيرا بسلوكهم. حياة الكلب. يقولون إن الكلب هو أفضل صديق للإنسان. نحن متأكدين أنه في حالة إيفان ميشكوف كانوا من أعز أصدقائه. عندما كان عمره 4 سنوات هرب من المنزل. كان سيموت لولا أن تبنته مجموعة من كلاب الشوارع، ومع الوقت أصبح هو قائد المجموعة، نظرا لأنه يستطيع أن يحضر الطعام. وفي المقابل حمت الكلاب ميشكوف وجعلته دافئا في الليالي الباردة، وبعدها بعامين أنقذته الشرطة وتم تعليمه كيفية التواصل مع البشر. الفتى الذئب. في أوائل السبعينات كان هناك فلاح هنديا يسافر لبلده، عندما وجد طفلا صغيرا يزحف على 4 ويلعب مع مجموعة من الذئاب، وبعد مطاردة نجح المزارع في الإمساك بالصبي وأخذه معه لقريته. لم يتم معرفة الكثير من المعلومات عن الفتى إلا والذي كان اسمه شاميدو. كان بأسنان حادة وأظافر طويلة وندبات وأيدي وركبتين متصلبتين. الكثير كانوا متأكدين أنه ربته الذئاب في الغابة. كان يأكل اللحم النيء والعظام ويتواصل بإشارات يدوية بسيطة، وتوفي في عام 1985. فتى بورنيو. لمدة عامين سكان جزيرة بورنيو الماليزية قالوا أنهم رأوا صبيا كلما حاول شخص التقرب منه هرب بعيدا واختفى داخل الغابة. لكن في عام 2014 نجحت الشرطة في تعقب الصبي، واتضح أنه تم تربيته على يد مجموعة من الغوريلات والتي حاولت حمايته من الشرطة. حتى بعدما بعدوه عن الحيوانات لم يتوصل أحد لهويته أو حتى عمره. مارينا والقردة. عندما كانت في 4 من عمرها تم إبلاغ الشرطة أنه تم اختطافها، وبعدها تركت في الغابة وحيدة. عاشت لسنوات في الغابة وتبنتها مجموعة من قردة الشمبانزي. لقد كانت تحاكي سلوكهم وتأكل مما يأكلونه، وكانوا يلقون لها الموز والتوت البري لتستطيع التقاطه وأكله. بالرغم من أن خبراء الطب أكدوا قصتها، إلا أن الناس لم تصدق الأمر بسهولة. فتى الماعز. ترك وحيدا في جبال الصين عندما كان طفلا، وانتهى الأمر بالصبي المسمى دانيال بالعيش وسط الماعز لمدة 8 سنوات. لقد عاش دانيال على التوت البري والحليب من الماعز، وعندما عثر عليه متسلق الجبال وهو بعمر 12 لم يكن لديه أي مهارات تواصل، وكان يسير على 4. بل الدراسات قالت إن دانيال استطاع تكوين مهارات تواصل مع الماعز. القطط. القطط ليست من نوع الحيوانات التي من الممكن أن تربي إنسانا، لكن هناك حالة واحدة فقط.
حيث في الأرجنتين عثرت السلطات على صبي كان يعيش في مجموعة من قطط الشوارع. لا أحد يعلم كم من الوقت قضى في الشارع، لكنه نجا بفضل 8 قطط كانوا يحضرون له الطعام وينظفونه ويدفئونه ليلا. بيلو والشمبانزي. هو معروف بالشمبانزي النيجيري. ولد بيلو بإعاقة ذهنية وبدنية، وكنتيجة لذلك تركه أبويه في الغابة وهو بعمر 6 أشهر. عام 1996 عثر مجموعة من الناس على طفل صغير في مجموعة من الشمبانزي في غابة فالجارو في نيجيريا، ولذلك كان يتصرف تماما مثل الشمبانزي. حتى وفاته في عام 2005 كان يتحرك ويتصرف مثل الشمبانزي. حسنا، حان وقت السؤال: ما هو أذكى حيوان من وجهة نظرك ولماذا؟ اكتب لنا الإجابة في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، ونراكم في الفيديو القادم، وشكرا على المشاهدة.